السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. وكنا متوقعين من اللي بيحصل من الكيان المستعمر الصهيوني اللي بيحصل ده، كنا متوقعين كل ده يحصل بعد انقضاء المهله اللي ما قعدتش كام يوم. كنا متاكدين تمام التاكد ان هيرجع، ما يعني عامل زي السعران اللي عاوز ينهش اي حد قدامه. كنا متوقعين كده واكتر من كده، اللي احنا بعيد عنهم شوية، ولكن روحنا ودمنا وشرفنا هو واحد، وكياننا كله واحد. بس هو في حاجة الكل بيتكلم عليها من العالم الاوروبي، مش احنا كعرب ما بنتكلمش عليها. الكل بيتكلم عن التهجير، زق وزع، ودي العراق قد كده، ودي مصر قد كده، ودي الاردن قد كده، ودي تركيا قد كده، وبيقسموا زي ما اتكلمت مع حضراتكم قبل كده وقلت لكم، وكانها التكيه بتاعتهم وكانها الاملاك الخاصه بتاعتهم. لكن بالعكس، ده لو العمليه دي حصلت ده هيحصل خراب ما بعده خراب على العالم الاوروبي. هتتفتح الهجره الغير شرعيه. ما علينا، احنا عموما رافضين المبدا علشان القضيه بتاعتنا يعني ما يتمش هدمها من الجذور. لكن في حاجه غايبه عن الجنب بالنسبه لنا احنا. انتوا بتتكلموا عن تهجير ناس اصحاب ارض واصحاب قضيه واصحاب كيان واصحاب اصول واصحاب تاريخ. انتوا ليه ما بتتكلموش عن تهجير الطرف الثاني؟ والاساطيل بتاعتكم موجوده في البحر، حملوا وامشوا. دي الناس دي كلها مستوطنين اكتر من 90%، وكلمه بتخرم ودان الجميع. مستوطنين جايين من افارقه، جايين من اوروبا، جايين معرفش منين، ناس والله ما عاوزين يسيبوا بلادهم اصلا، لكن قدام الاغراءات بييجوا الوطن. هو ده الوطن اللي انتوا يعني اللي انتوا كنتوا بتحلموا بيه، ان انتوا تعيشوا على ارض مش ارضكم، تقضوا على شعب علشان تحطوا شعب مستعمر. هو ده. طب ما تمشوا انتوا ليه بتتكلموا ان الغزاويه؟ احنا بص اقول لحضراتكم حاجه، احنا كلنا مقفول علينا عشان الصوت ما يطلعش. خلي بالكم من الاساس، جوجل اللي احنا دلوقتي كلنا بنبص عبره، جوجل في اتفاق بينه وبين اسرائيل من ايام ما كان جوجل بيعمل خرائط وبيبيع خرائط للعالم كله، للعالم العربي والعالم الاوروبي وهنا وهنا وهنا. لكن جه عند نقطة اسرائيل واترفض الامر رفضا تاما، وتم عقد اتفاق بينهم وبين جوجل ان مفيش حاجة اسمها خرائط تتباع من فوق سماء اسرائيل وكيان والاسرائيليين واسرائيل والحكاية والرواية. وخطط اتعملت مسبقا نافعة النهاردة تتكلم عن الكيان في اي وقت من الاوقات، مقفول عليك وصوتك مش هيوصل بأي شكل من الأشكال. ولكن احنا بنتكلم كلمة حق، زي ما احنا كده نأذن وربنا هو اللي يبلغ الأذان للناس، ولعل وعسى. لكن كلامنا هيجيب نتيجة مع الأساطيل دي، هو ربنا هيحط الحل من عنده. لكن احنا بنتكلم كلمة، الله انتوا بتتكلموا على الناس دي وتدبوا فيهم وتطحنوا فيهم في وقت من الأوقات، وعلى رأس القافلة محمود عباس أبو مازن والناس كلها الرؤساء راحوا سافروا يشجبوا قتل مش عارف 12 واحد اوروبي ولا فرنساوي، والعالم كله اجتمع ويشجب وضد ومش ضد. عالم بيتذبح قدام عينينا. امتى احنا هنبقى ايد واحده؟ كيان ده احيانا الواحد بيبص له بصه، يعني محدش يزعل من كلمتي، متماسك. رئيس يروح، رئيس يجي، رئيس وزراء يروح، رئيس وزراء يجي. الكيان متماسك على مبدأ وكلمة واحدة وهدف، وهنوصل له. هم اللي بيقولوا كده، هنوصل له. وعلشان نوصل له لازم نعمل ونعمل ونعمل. ولذلك تبص تلاقي رئيس وزراء بيمشي، رئيس وزراء بيجي، رئيس يمشي، رئيس يجي، حكومة تتفضى، حكومة تتشكل. هو المبدأ ما تنتظروش. اوعى تنتظر ان العقرب هيبخ لك هيطلع لك عسل، ولا النحلة هتطلع لك معرفش ايه. لا، كل واحد جاي عارف السيستم. لكن انا بقولها كلمة مش هتتنفذ، لكن بنقول ما تمشوا انتوا. يعني انتوا ايه اللي مقعدكم في ارضنا؟ ما تمشوا انتوا. والاساطيل البحرية اللي جاية تساندكم واقفة وجاهزة. حمل وامشي. قاعدين بتعملوا ايه؟ بتدبحوا في ناس اصحاب ارض علشان تقعدوا في ارضهم. اللي بيحصل دلوقتي يا سادة ده مخطط. انا اتكلمت فيه قبل كده على انشاء قناة بن جوريون
على اساس ان هو برضو يقضي على مصر كاملا، اللي هو فيه بينه وبين مصر معاهدة سلام، وهو اكتر ناس بيحارب مصر. وصدقوني هم مش قد مصر، لكن بيحاربوا مصر من ناحية المية، يحاربوا مصر من ناحية قناة السويس، يحاربوا مصر من ناحية الأرض اللي هم خسروها بالحرب وبالسلام. احنا خسرناها في وقت من الأوقات وندمنا عليها، بس كافحنا وجبناها بالحرب وبالسلام أرض سيناء. ومن يومها هم عاوزين يرجعوا لها بأي شكل من الأشكال. قعد فيها الفلسطينيين علشان بعد كده أي صاروخ يطلع وينضرب من أرض سيناء، هوب اهجم واضرب واحتل سيناء بحجة إن أنا بدافع عن الأمن القومي. وإحنا برضو من حقنا ان احنا ندافع على امننا القومي. امشوا انتوا، امشوا انتوا، ملهاش حل تاني علشان ترتاحوا، لان انتوا رافضين حكاية دولتين. انتوا رافضين دولة فلسطين الحرة المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس. انتوا رافضين ده. طب ايه البديل؟ عاوزينها دولة واحدة. انتوا رافضين الشعب. طب نعمل ايه؟ امشوا انتوا، ارتاحوا وريحوا، لان طول ما انتوا بالوضع ده عمر القضية دي ما هتتحل، وعمر الناس دي ما هترجع لورا. الافضل ان انتوا اللي تمشوا. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم. الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، وبكره ولا بعده لعيالنا بعدنا. اي والله دي ارضنا عن ابونا وجدنا، الارض ارضنا عن ابونا وجدنا، وبكره ولا بعده لعيالنا